احمد يحيى اللي كان صاحب المشكله القندوسي وموضوع امير توفيق والقصه. بس اللاعب مضى معاه من بدري، طبعا لا يتم الاعلان عن الامضاء نظرا، انتوا عارفين طبعا ما ينفعش تمضي وانت على ذمه نادي اخر. في النهايه يعني مضى خلاص، واللاعب موجود وكولر مقتنع بيه، وهيتم الاعلان عن الصفقه. واحمد يحيى كالعاده هو اللي موجود في الصفقه، يعني هو وكيله الاساسي اسمه احمد عادل عبد الرحمن وتبع شركه معينه موجوده، لكن احمد يحيى دخل وخلى عبد الرحمن يمضي عشان يجي النادي الاهلي خلاص. واللاعب خلاص هيكون موجود في النادي الاهلي. زد عايز 30 مليون وعايز 2 لعيبه منهم مصطفى ابو الخير، وكلام ان هو عايز كمان كريم نيدفيد. الايام اللي جايه الموضوع هيخلص. عبد الرحمن البنوبي لاعبا في النادي